السلام عليكم. حيانا الله وعشنا وشفنا المنتخب الوطني كيفوز على المنتخب البرازيلي، لا على مستوى المنتخب الأول، لا على مستوى المنتخب الثاني اللي هو المنتخب الأولمبي. مباراة ودية نعم، ولكن كنعرفوا الخصوصية والطقوس ديال هذه المباريات، وخاصة المنتخب البرازيلي اللي بالنسبة ليه جميع المقابلات اللي كيقوم بهم فهما هي مقابلات رسمية، يعني ما كيبغيش على أنه ينهزم. فكان الأداء، كانت النتيجة، كان الفوز، فهنيئا وشكرا ومزيد من التألق والتفوق. كانوا يعني 10 لاعبين جدد، بخلاف اللاعبين اللي شفناهم في نهائيات كأس إفريقيا اللي فاز بها نيت المنتخب الأولمبي. فكاين واحد العمل كيتقام، كاين يعني جهود كتضافر. نتمنوا على ان هادشي ما يمشيش هباء منثورا. جبنا كأس إفريقيا للمنتخب الأولمبي، نتمنوا الألعاب الأولمبية حتى هي نحققوا نتائج إيجابية. بقى مقابلة ودية أخرى مع نفس المنتخب اللي هو البرازيلي، كيف ما كانت النتيجة فهنيئا لنا بهاد الشباب، هنيئا لنا بهاد المنتخب. نتمنوا انها تكون نتيجه ايجابيه لتاكيد هذه النتيجه ديال اليوم. ما كيف ما كان الحال كي قلت، يعني فهنيئا وهنيئا وهنيئا. ملاحظه بسيطه فقط، هو يعني تساؤل وملاحظه في نفس الوقت. علاش يعني لاعبين المنتخب عندنا، لا المنتخب الاول لا المنتخب الثاني او حتى الفروق تقريبا كتغيب عليهم يعني البنيه الجسديه او الجسمانيه؟ لان كون عندنا بنيه جسديه وجسمانيه اقوى من هذه اللي كاينه، بهذا الجهود اللي كاينه، بهذه الامكانيات، بهذا العمل اللي كيتقام، وهاد اللاعبين وهاد الحنكه وهاد المهارات، فاكيد اكيد اكيد على ان غادي نزيدوا نبصموا ونقولوا الكلمه ديالنا، لا قاريا ولا عالميا. فهنيئا لنا، مزيدا من التألق، مزيدا من التفوق، والى فيديو قادم. السلام عليكم.